ممكن تليفون لو سمحت؟ الو، ممكن اكلم الاستاذ عصام نور الدين؟ ايوه يا عصام، انا عايز اقابلك حالا. حسن، انت بتكلمني عن البيت ليه؟ لا مش هينفع الكلام في التليفون. الموضوع ما ينفعش يستنى بكره يعني. لا مش هيستنى لبكره ارجوك، انا ما عرفتش اجيب القلم، كبسوا عليا جوه المكتب واضطريت استخبى، انا مش عارف اعمل ايه. اهدى بس يا حسن. ده ازاي؟ ده كان في شخصيه كبيره قوي عند رفعت بيه في المكتب واتقال كلام خطير جدا. شخصيه كبيره يعني؟ مش هقدر اقول لك اكتر من كده في التليفون، بس في لجنه على اعلى مستوى هتزوره اخر الشهر. انا حاسس ان انا في مصيبه، حاسس اني متراقب، مش عارف اعمل ايه. عصام انا مستنيك على القهوه اللي احنا بنقعد عليها، ما تاخرش عليا ارجوك. طيب خلاص، سد السكه وبقى. سلام. شكرا يا حاج. زيادين تحت الكوبري، زيادين تحت الكوبري. ازيك يا عمر؟ اتفضلي الآن. شكرا. ادخل اوضتك دلوقتي. الباقي في حياتك طبعا. حياتك الباقي. الحقيقه انا وحسن كنا اكتر من اخوات. الله يجازيهم مطرح ما هم. عدم المؤاخذة، هو حضرتك كنت زميله في الشغل؟ بصراحه لا. لا. يعني ايه؟ امال حضرتك مين؟ انا صحفي واسمي عصام نور الدين. انا سمعت حسن كان بيقول اسمك، صح؟ هو حسن لما كان بيقول اسمي قدام حضرتك ما قالكيش حاجه تانية؟ لا. طب بالنسبه لورقه المهم والحاجات اللي كان بيحاول يحتفظ بيها دايما، يعني كان بيخليها في الشغل ولا بيخليها في البيت؟ كان عنده جهاز كمبيوتر بيشيل كل حاجة عليه، وكان بيخاف عليه قوي زي عينيه، ودايما يقول لي ما تجيش جنبه. عظيم. طب هو فين جهاز الكمبيوتر ده؟ جم جماعة من الشغل خدوه، ادوني فلوس عشان يتدفن. الله يرحمه. الإحساس بالذنب كان الإحساس المسيطر عليا بعد الزيارة دي. كنت حاسس إن أنا السبب في وفاة حسن، لأن أنا كنت صاحب فكرة الألم. يلا يا حسن. انت جايبني هنا ليه؟ يا سيدي اكيد عايزك في حاجه مهمه. حاجة ايه يا عم الرعب اللي احنا عايشين فيه ده؟
رعب ايه؟ هو انا خاطفك يا حسن؟ يلا بقى. استنى فهمني يا عصام. الموضوع بسيط، عايز شويه تفكير وهدوء. حلو. وبعد كده الدليل هيجي لغايه عندنا. ايوه بأمارة الشخرمه اللي في وشك دي. يبقى انا هيقطعوني ويرموني للقطط. حسن ما تاخدش كل حاجه على صدرك. يا عم انا رجلي وجعتني. يلا اتفضل اقعد اتفضل. ايه يا ابو علي اتفضل. ايه رايك في المطبعه بقى؟ طيب انا هخش في الموضوع على طول. شايف القلم ده؟ القلم ده فيه كاميرا بتسجل اكتر من 30 ساعه فيديو. ركز معايا. تلف يمين يسجل، تلف شمال ايه؟ جرى يا ابو علي، الموضوع بسيط، ركز معايا بس. تلف يمين يسجل، تلف شمال يوقف التسجيل. ايه المطلوب مني بالظبط؟ المطلوب منك بما انك رئيس قسم مراقبه الجوده، يعني عندك صلاحيات انك تخش مكتب رفعت رضوان او تقعد معاه. انا بقى عايزك تزرع القلم ده في مكتب رفعت رضوان. انت باين عليك اتجننت. اوعى يا عم. استنى يا حسن. حسن كان راجل جدع وفضل يساعدني حتى وهو حاسس ان نهايته قربت. لكن حسن كان مجرد جزء من حكايتي، والجزء التاني بيبتدي هنا. مساء الخير. مساء الخير. أنا آسف. أستاذ عصام مش كده؟ حضرتك اللي كلمتيني في التليفون؟ أيوه اتفضل استريح. في الحقيقة أنا مش عايز أزعجك. مفيش أي إزعاج بالعكس، اتفضل. شكرا. تحب تشرب قهوة؟ لا شكرا. حلوة قوي القهوة هنا بجد. هي فعلا ريحتها حلوة ومغرية كمان. القهوة الحلوة بتتعرف من ريحتها فعلا. طبعا. هو حضرتك بتشربي قهوة نوعها ايه؟ دي ماكياتو. نعم؟ ماكياتو دي قهوة طلياني والنهاية تقيل قوي فيها نقطتين لبن صغيرين. أنا آسفة، أنت قهوتك إيه؟ لا أنا على الريحة. أنت بتحب القهوة التركي. في الحقيقة ما بقدرش أبدأ يومي من غيرها خالص. طب إيه رأيك النهاردة تبتدي يومك بالطلياني وتسيبك من التركي؟ والله أنا حاسس إن القهوة الطلياني دي قهوة حريمي شوية. أنا ماليش فيها معلش. طب جرب حاجة جديدة، مش هتخسر حاجة. ساعات الواحد بيفوتوا حاجات كتير قوي هو مش واخد باله. طبعا. هطلب لك اسبريسو. اكسبريسو؟ اسبريسو. ايوه اكسبريسو. اسبريسو. صدقني لما هجربها هنا هترجع تاني مخصوصة بنشربها. ها تجرب على ضمانتي؟ والله بعد الشعر اللي انت قلتيه في القهوة الطلياني دي لازم اجرب طبعا. تعجبني الرجالة الجريئة. ميرسي يا محمود. عايزين واحد دبل اسبريسو هنا الله يخليك. انا نسيت اقول لكم ان انا متجوز ومخلف، ولحد امبارح بس ما كنتش دقت طعم القهوة الطلياني. شكرا يا محمود. دوق بقى وقولي رأيك. حاضر. لا استنى، شم ريحتها الأول وبعدين دوقها. هايلة. مش كده؟ ريحتها حلوة جدا. طعمها مختلف خالص عن التركي، عندك حق. شفت بقى؟ بليز راجع على كل اللي جواها وطعمها. ده انا كنت نسيت موضوع المحفظة ده خالص. خلاص وين؟ لا بليز انا هستريح لو رجعت. خلاص صدقيني ما فيش اي. ارجوك بص عليا. مش هتزعلي يعني؟ لا حق. تمام كله تمام. في الحقيقة انا مش عارف اشكرك ازاي. لا ما تشكرنيش ولا حاجه، لسه بعضها. انت ليك معاملات مع بنك التنميه؟ فعلا انا كنت لسه هناك امبارح. انت عرفتي منين؟ اصل لقيت المحفظه على باب البنك، انا بشتغل هناك. لا مش معقول، بتتكلم بجد؟ والله. لا ده كده الدنيا صغيرة فعلا. صغيره جدا، اصغر من خور من الابن. لكن انا لغايه دلوقتي ما اتعرفتش عليكي. امير. انا امير.
لسه زعلانه؟ من ايه؟ يعني من الكلام اللي انا قلته النهارده الصبح. لا عادي يعني، ما انا كمان رديت عليك. انت بتعملي ايه؟ فكر اتحدي. على فكره انا ما عنديش مانع. ايه ده؟ انت اتغيرت خالص. غيرت ليه؟ عشان بقول لك ما عنديش مانع؟ مش احسن من الازواج اللي بيجبروا مراتاتهم على الحجاب؟ لا اتغيرت، عشان زمان لو كنت سألتك سؤال زي ده كنت هتقولي لا لا حجاب ايه، سيبك سيبك. عملت ايه في البنك؟ رحت البنك عشان القرض، وان شاء الله الورق هيمشي. على فكره عايزين 7000 جنيه عشان تحليل العمليه. الصندوق ما فضلش فيه كتير، التحاليل بس 12000 جنيه. ياسمين فاتها الاتوبيس، وصلها في سكتك بقى. ما تنسيش بقى تاكلي سندوتش المربى اللي انا عاملahولك، ومفيش ايس كريم من كانتين او لبن شوكولاته عشان الكالسيوم كتير مش كويس عشانك. بصراحة يا ماما نسيت من سندوتشات المربى. معلش يا حبيبتي، عشان تديكي طاقه وتفضلي مصحصحه كده طول النهار. يلا باي. استني. باي. سلام. السلام. اتفضلي. استني. مين بيحب بابا؟ ياسمين، مين بيحب ياسمين؟ بابا. خلي بالك من نفسك. يلا حبيبي. باي. بداية أعتقد إن مفيش حاجة بيني وبين رفعت رضوان شخصية تخليني أقول عليه كده. ولكن كون إن يجي لي أحد مصادري يقول إن مصانع رفعت رضوان بتطلع فلاتر ومحاليل بتؤدي لموت الناس، فأعتقد إن الأمانة المهنية بتحتم عليا إن أنا أثير هذه القضية حتى تطفو على السطح، وعلى الجهات المختصة أن تقوم بالتحقيق. فإذا كان رفعت رضوان رجل فساد فيجب أن يعاقب، وإن كان رجل شريف فيعني له مني الاعتذار الكامل. وفي النهاية احنا يهمنا المصلحة العامة. نشكر الأستاذ الصحفي الكبير عصام نور الدين، وصباح الخير. صباح الخير يا وفاء. صباح الخير يا أستاذ عصام، كنت زي القمر النهارده في البرنامج. سايبة شغلك قاعدة تتفرجي على التلفزيون؟ هقول له أستاذ عادل. ليه بقى؟ أستاذ عادل قال أول ما تيجي تدخلي فورا. خلاص ماشي. خلي بالك بقى أنت من التلفزيون. ماشي. قصدي من الشغل. عايز كل تفاصيل قضيه الجنس الجماعي من اول الانترنت لغايه التكاتك وبالاسماء، والصور تكون واضحه وبالموبايل. انت لسه مشرف؟ كان عندي أول الساعة 9 الصبح. ايوه يا عم علي. ايوه تعالى ما نشوف ايه اللي انت كاتبه. اهو اسمع يا استاذ. وحين بحثنا عن الخبير المسؤول عن التقرير الطبي الذي يخلي مصنع رفعت رضوان من أي مسؤولية تجاه الوفيات والأعراض الجانبية لفلاتر الغسيل الكلوي، لم نستدل عليه. الله. ولكن أفادتنا مصادرنا أنه توفي في أكتوبر الماضي، أي قبل توقيعه على التقرير ب4 أشهر. هذا
ورفضت وزارة الصحة التعليق على الخبر. طبعا هتعلق تقول ايه؟ هو في خبر من اصله يا استاذ؟ وبعد نتساءل من المسؤول عن هذه السلسلة من التجاوزات، ومن يرجع لأهالي المرضى حياة ذويهم التي فقدوها بسبب غض الطرف عن الفساد ولمصلحة من؟ مخدر مش هينفع يتنشر اصلا. ليه؟ عشان مفيش لا أدلة ولا مستندات تدعم بيها كلامك. ما انا كاتبه ده ايه؟ كلام يا استاذ، تكهنات. مين مصادرك؟ انت عارف ان انا ما اقدرش اكشف اسمائهم. فين شهادة الوفاة؟ انا عايزك تجيب لي شهاده الوفاه بتاعت الراجل ده باي شكل. ده خبير كده. اقول لك ايه، انا هحكي لك الحكايه دي بعدين. الموضوع ده يهمني جدا. انا عندي موضوع كبير واقف على الورقه دي. اتصرف بقى، تجيبها من المستشفى، تجيبها من الداخليه، تجيبها من الراجل نفسه قبل ما يموت. اتصرف انت. طمن يا استاذ عصام، احنا زي كل مره صرفنا لها الفلتر الالماني. انا مش عارف ارد جمالك ازاي يا دكتور محمد. الراجل ما تقولش كده، خليها على الله. بس كلام في سر، انا سمعت ان رفعت رضوان مضى عقده مع المستشفى وناوي يورد الفلتر الجديده بتاعته من اول الشهر. ايوه بس البنت ما بتستريحش الا على الفلتر الالماني. وبعدين ازاي المستشفى تمضي عقد مع راجل زي ده؟ ده سمعته زي الزفت. انا مش عارف اقول لك ايه، بس هما بيقولوا ان الفلاتر الجديده ديت مطابقه للمواصفات. مطابقه للمواصفات ايه؟ احنا نضحك على بعض، ما احنا عارفين اللي فيها. مالك؟ ياسمين لازم تغسل في مستشفى تانية. ليه؟ ما صدقنا انها ارتاحت في دي. بالمناسبة ياسمين اليومين دول مكتئبة، عشان لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتلعب زي صحابها. ده غير طبعا انها حاسة ان هي سبب كل المشاكل اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. عشان كده انا كنت عايزك تخففي عنها شوية، تهزري معاها، تخرجيها، تلعبيها، وتخفي شوية من موضوع التعليمات والأوامر دي. تشغلها. اولا دي مش اوامري، دي اوامر الدكتور اللي قال كده قدامك. انها ما تحتكش بالاطفال وهما بيلعبوا، ينكسر لها دراع ولا رجل. ثانيا لما انت اب مثالي قوي كده سايبها لامنا الاولى ليه؟ ما تشيلها انت. الو. الو، مساء الخير. مساء الخير. انا عصام نور الدين صاحب المحفظه. استاذ عصام، ازيك؟ ايه هي المحفظه ضاعت تاني ولا ايه؟ لا ما ضاعتش ولا حاجه، بس في الحقيقه انا حبيت اتكلم، قصدي يعني عشان خاطر اشكرك. وافتكرت كده المره اللي فاتت ان انا ما عرفتش اشكرك كويس. ايه رايك نتقابل النهارده بعد الشغل في الكافيه؟ اسم بنتك على اسم مراتك؟ والله؟ ده ايه الرومانسيه دي؟ ما بتتلخبطوش في البيت؟ والله انا لما بنده بقول يا ياسمين هما الاثنين بيردوا عليا. ده كريم. الله، ده جميل قوي. قمر مش كده؟ في شبه كتير منك على فكره. ده نسخه مني. ساعات بتهيألي ان انا جبته لوحدي. انا يا سيدي متجوزه مع وقف التنفيذ. جوزي مهندس بترول عايش على بريمه كده بعيده في الخليج. بيجي اسبوع كل شهرين. ابن كريم هو اللي مالي عليا حياتي. انا مش عارفه انا بقول لك الكلام ده ليه. انت راجل صحفي شاطر وبتدحلبني في الكلام. الكلام ده مش للنشر. عارف. الو، ايوه يا حسن. عندي معلومات عن توريدات الفلاتر. في عربيه نقل كانت محمله فلاتر وموديها ناس المستشفى اللي حصل فيها الوفيات الاسبوع اللي فات. عظيم يا حسن. اسمها ايه المستشفى دي؟ النيل التعليم. طيب هخلص واكلمك. انا اسف، معلش التليفونات بتيجي في وقت مش مناسب. مش مشكله. ما تيجي اقرا لك الكتاب.
بس انا ماليش في الحاجات دي خالص. انا بفهم في الحاجات دي. خطوطك واضحه ومحدده، وده معناه ان مراحل حياتك واضحه. بص بقى خط القلب مقسوم 2. ده بقى معناه انك يا اما حبيت 2 في وقت من الاوقات، يا اما هتحب 2 في نفس الوقت، يا اما هتتجوز 2. كل ده رتيف كفي؟ يوجد في اكتر بكتير، بس كفايه عليك كده. تعالى نقف شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو وحدة غسيل الكلى هنا ولا فوق؟ لا اتفضل من هنا. شكرا. اتفضل يا حاج. حاضر يا بنت، انا جاي اهو. تعالى يا حاج. تعالى. بس الحاج هنا ممنوع دخول غير المريض. ايوه بس انا معايا يعني. ممنوع، دي تعليمات. اتفضل. كتر الف خيرك. ربنا يتمشفاك على خير يا حاج. واضح ان حضرتك بتيجي هنا كتير. واضح ان حضرتك اول مرة تيجي. فعلا اول مرة. شايف الولاية اللي قاعدة هناك دي؟ مالها؟ كانت بتجيب جوزها يغسل 3 مرات في الاسبوع. عم عيد، خدتلي بالك؟ لحد ما ربنا افتكره من 2 شهرين. ربنا افتكره من 2 شهرين؟ امال هي جايه تعمل ايه؟ بتغسل لجوزها. واخد لي بالك؟ بس في الحقيقه انا مش واخد بالي، يعني بالراحه عليا كده وحبه حبه عشان عايز افهم. طيب انا فاهمها. الحكومة ما تعرفش انه مات، والست دي من يوم ما جوزها ما مات بتيجي تمضي على انه هو لسه بيحضر جلسات الغسيل، والوحدة بتبعت طلبات التشغيل للتأمين الصحي عشان يدفعوا حق تشغيل الجهاز والفلاتر واللازم منه. ولما الوحدة بتقبض بتظبط مع مرات المرحوم حق الغسيل. في ناس هنا تتمنى ان قرايبهم يموتوا عشان يطلعوا ب 300 400 جنيه كل اسبوع.
هنا ازاي؟ ما تقلقش يا كبير، انت اخبارك ايه يا عم؟ كويس. عايز ايه؟ بقول لك ايه، كنت عايزك كده في خدمه، وصدقني دي هتكون خدمه العمر. ايه؟ عايزك تحلل لي الفلتر ده وتعرف لي اذا كان مطابق المواصفات ولا لا. انا مش هفضل دلوقتي. ليه؟ ده البير ده ملك الحركات، صدقني دخلها بس معاك في الزحمه كده، وانت لو عملت الموضوع دوت مصر كلها هتشكرك، وهنزل اسمك وصورتك في الجورنال وهعمل لك. خلاص هعملها، هحاول، بس لو ما قدرتش ما تزعلش. لا هتقدر يا البير. امشي بقى خلاص، امشي. ايه ده؟ ما بقتش تحب التركي خلاص؟ لا قلت انوع، وبعدين بيقولوا انها اخف. طيب وايه ده كمان؟ ده اكل دايت، اصل في محل جديد للاكل الدايت فتح جنب الجورنال، لو عجبك يعني ممكن تبعتي له بيه دليفري على طول. والاهتمام ده بقى بمناسبة ايه؟ بمناسبة اني بحبك. على فكرة انا لسه مش عارفة انت بتجر معايا ناعم ليه، بس معديها بمزاجي. ماما مش عارفة انام. تعالي ادخلك تنامي جوه. يلا سمسم، يلا شطورة سمسم، يلا. أنا وأميرة بدأنا نتقابل بانتظام، بس مش عارف العلاقة دي كانت رايحة على فين، لكن اللي متأكد منه إنها هتخليني أقدر أكمل المشوار. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. إيه الشغل اللي ممكن يبرجل كيانك بالطريقة دي؟ يا ستي بيني وبين حد من التوائل في البلد يعني مشكلة كبيرة. حد من اللي عندهم مصانع المستلزمات الطبية اللي بيوردوها للمستشفيات، خاصة الحاجات بتاعت غسيل الكلى من فلاتر ومحاليل. وطبعا عشان ياسمين بنتي تعبانة أنا قريب جدا من الحاجات اللي زي كده. ياسمين دايما لما كانت بتغسل كانت بتتعب شوية وبعد كده بتبقى كويسة. فمرة غسلت تعبت جدا واغمى عليها، مبقناش عارفين نعمل ايه. مجرد ما غيرنا الفلاتر البنت بقت كويسه جدا، ومن ساعتها بقى قعدت ادور ورا الراجل دوت وانا اخرب وراه لغايه ما اكتشفت بلاوي. عملت حمله صحفيه ضده قلبت البلد وقومت البلد عليه. بعدين حصل ايه؟ ولا حاجه، بعد شويه ولا كأن حاجه حصلت. بص يا سيدي، بحلم ان انا طايره في السماء وشايفه كل الناس صغيره، بس شايفه كل حاجه من فوق. لازم اقول لك حاجات كتير انت بتحبيها او افكرك بافعال انت لما بتعمليها بتبقي سعيده.
على سبيل المثال ايه اللحظه لما تفتكريها تبقي سعيده ومبسوطه؟ لازم افكر شويه. ايه الاغنيه اللي انت بتحبيها؟ بحب انت عمري. فين مكانك المفضل؟ طب سيبني اجاوب على السؤال الاولاني. واضح ان انت هتكرهيني مش عموما انت لو هتزعلي انا مش هرد. لا رد هفكر في اجوبه على كل الاسئله اللي سالتها. مش هتزعلي؟ لا ايوه يا بطل يا قوي. انا حللت الفلتر اللي انت بتقولي، يعني لقيت حاجه غريبه كده بس مش فاهمها. لقيت ماده كيميائيه مترسبه بس مش متاكد من تاثيرها قوي. طب اسمعني يا دكتور، رفعت رضوان المفروض ان هو كان متعاقد مع مستشفى النيل عشان يورد لمركز غسيل الكلى بتاعها مستلزمات الغسيل، يعني من فلاتر ومحاليل. في نفس الفتره اللي كان بيورد فيها في عيانين جالهم اعراض جانبيه وتوفوا. انت لازم تحلل الفلاتر اللي استخدمها الناس اللي جات لهم الاعراض الجانبيه دي. ايوه، وانا اجيب منين الفلاتر دي؟ ما اكيد بعد ما بيستعملوها بيعدموها. الحل التاني انك تشرح جثث العيانين اللي توفوا بالاعراض عشان تتاكد اذا فيها اي مواد سامه موجوده في جسمهم. تعالى يا كون. اتأخرت ليه يا صلاح؟ انت عارف الطريق زحمه، اعمل ايه؟ اتفضل معايا. لا يا عم، انا ماليش في اكل التكوت بتاعك، وده المدام بتظبط لي احلى طبيخ. بختك يا عم. ده في حياتك. مش هي دي بقى شهاده وفاه الخبير اللي انت كنت عايزها؟ ما قلتلكش في حاجه وحشه. هو انت بيجي لي الا في الحاجه الوحشه؟ عموما دول بقى تكاوي من عندي، عناوين ال20 واحد اللي ماتوا في المستشفى. تستاهل 100 بوسه. بصت ايه يا عم الحاج؟ هو انا جاي مشوار ده كله عشان تقول لي بوسه؟ انا المهم عندي الاشجار. بجد الموضوع ده ما تقلقش. قشطه يا ريس. كل كارثه وانت طيب. مساء الخير. منزل المرحوم عمر عبد الرحيم؟ ايوه، من حضرتك. انا عصام نور الدين الصحفي، بشتغل في جريده الحقيقه وكنت بعمل تحقيق عنه. ممكن اسال حضرتك شويه اسئله عن ظروف وفاه المرحوم؟ يا عم حل عننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخدت عنوان المرحوم من المستشفى. أنا عصام نور الدين. حضرتك مندوب شركة رفعت بيه مش كده؟ طبعا. أهلا أهلا يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني، أهلا وسهلا. شكر. بس بصراحة القرشين اللي انتوا بتبعتوهم كل أول شهر دول يساعدوا برضو على المعايش. تصدق الراجل رفعت بيه بتاعكم ده راجل أمير وهيخش الجنة حتف. أنا بدعي له ليل ونهار، مش أنا بس، لا ده كل عيان وكل ميت أهله بيدعوا لكم ليل ونهار. قادر كريم يا رب يوسع رزقكم كمان وكمان. اشرب اشرب. أيوة يا حسن، بقول لك إيه، لو عندك أخبار حلوة قول. حاكم النهارده عيد ميلادي ومن الصبح ما سمعتش خبر عدل. طب بص ليه دي، أنت مش كنت عايز تعرف معلومات عن التعاقدات؟ أيوه. خد القمح يا سيدي. شركة رفعت رضوان للمستلزمات الطبية هتورد لوزارة الصحة فلاتر ومحاليل طبية لمدة 5 سنين لكل المستشفيات الحكومية. داخل قصادها شركة أمريكاني وشركة سويدي. هي الوزارة لسه ما رستش العطا على حد، بس اللي هياخدها يا سيدي هيعيش. حجم التعاقدات 200 مليون جنيه. كل سنة وأنت طيب يا صاحبي. وأنت بالصحة والسلامة يا ابني. ليه يا أبو علي؟ برافو عليك. ثانك يو. هديتك. كل سنة وانت طيب. متشكر جدا، مش عارف اقول لك ايه. رائعة. علشان كل ما تولع شمعة تقدر تفتكرها. اسمحي لي اشكرك.
ان الهديه جامده كده لازم يبقى الشكر جامد. اقعد يا عصام. مفيش حاجه. بقول لك ايه؟ ايه رايك نلعب لعبه سوا؟ دراما. نبص في عينين بعض كويس قوي، واللي هيضحك فينا الاول هو اللي هيبقى خسران. ايه رايك؟ اوكي. خسرتي. انت ليه لازم ايه خسرتي؟ مش احنا متفقين ومتعاونين؟ وبعدين لازم اكون قايل انا وطايش كمان. قاعد مع اجمل واحده في المكان، مش عايز انا اكون طايش؟ انا طول عمري بحسبها، بخاف من الغلط ومحجم نفسي، لازم كل حاجه تكون متامنه. بس النهارده عيد ميلادي وانا قررت اكسر كل حاجه. ما افكرش في حاجه، ما افتكرش اي حاجه. وانت كمان. انا مش عايزك تفكري غير في اللحظه اللي احنا عايشينها. بقول لك ايه؟ ايه رايك نرقص؟ يلا يلا. حرا رأيتك جميلا، رأيتك حرا جميلا تحلق في الكون كله. رأيتك حرا رأيتك جميلا، رأيتك حرا جميلا تحلق في الكون كله. سألت نفسي إن أمسكت بك هل ستبوح لي بالسر؟ تمنيتك لي في حياتي، في كياني تحلق. سمعت رفرفة أجنحتك الصغيرة تهمس لي، فحلقت فوقها، فحلقت روحي معك، تحررت معك، عشقت معك. لكن في أعماق قلبي لا زال ينزف جرحي، فأيقظني من حقيقة حلمي، فكان سؤالي أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ من العشق. فاكر لما سألتني أكتر أغنية بحبها إيه؟ ايه؟ Supercalifragilisticexpialidocious. انجليزي ده؟ ايه ده؟ عملتيه امتى ده؟ زمان جدا، أيام الجنان.
النهارده عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب. رحت فين؟ خرجت مع اصحابي. كان معاكوا ستات مش كده؟ ولا أنا غلطانة؟ لا مش غلطان. خدتنيش معاك ليه؟ ياسمين. ياسمين دي بقت حكتك. كان ممكن تحتفل بعيد ميلادك هنا في البيت. هو انت افتكرت عيد ميلادي اصلا عشان خاطر احتفل بيه معاكي هنا؟ بعد اللي حصل كان لازم انهي علاقتي بأميرة. مين يا حيوان؟ ايدك يا حطام! بس يا حيوان يا سام الحق! سيب البيت! يا سام يا سام! يا سام! مين يا ولاد الكلب؟ تعال يا سام! سيبني! يا سام! نزل ايدك! نزل ايدك! كلب! ابعد عني ابعد! يا صاحبي يا صاحبي كنت بتعمل ايه يا قطة انت والقطة اللي كانت معاك؟ ايه ده؟ دم؟ ده انتوا كنتوا بتخربشوا بعض بقى. يا حيوان يا ابن الكلب! حاضر. اخرس يا اسد يا اسد. ايه؟ عايز تروح لها؟ تعالى. اللي يحشر مناخيره في اللي ملوش فيه نعمل له ايه؟ نعمل له ايه؟ اللي يحشر مناخيره في اللي ملوش فيه يكسرها له. عصام! ترى يا قطة، ده انت كلت شفايف الراجل. تعالي تعالي ما تخافيش. ابعد عني انت جننت! عصام!
عايزة مين؟ ايه يا عصام ده؟ ايه اللي حصل لك يا عصام؟ كنت فين؟ خناقة ايه يا عصام؟ بحاول اكلمك على الموبايل ما بتردش عليا ليه يا عصام؟ عصام انت كويس؟ مالك يا بابا؟ بابا كويس يا حبيبتي مفيش حاجة. يلا عشان تلحقي الاتوبيس بتاعك بقى. يلا اديني الشنطة. يلا حبيبتي. لو سمحت هاتي لي التليفون. ايوه يا استاذ عصام، انت عامل ايه دلوقتي؟ مين معايا؟ انا اللي ضربتك امبارح، انا اللي كسرت مناخيرك وسبتك على الطريق الدائري بتمرمغ في دمك، وانا كمان اللي ممكن ابهدلك وامرمطك واخرب بيتك. انت عايز ايه دلوقتي؟ اخصى عليك يا استاذ عصام، حقيقي اخصى عليك. انت عارف كويس قوي انا عايز ايه. على العموم انا اوعدك لو استوعبت الدرس ده انا ممكن اسامحك انت وحته الوقتك اللي كانت معاك. اما بقى لو نشفت دماغك وعملت فيها ديك البلابل هتبقى غبي، لانك هتبقى فتحت على نفسك طاقه من جهنم. فهمني يا كنت بتكلم مين يا عصام؟ ده الشغل. انا لازم اخرج. ممكن نتكلم الاول؟ ايوه مش هينفع، انا مستعجل. معلش ريحني. انا سايباك تصدق ان انا غبية. مكالمات ورسائل في نص الليل وأقول معلش. صحفي كبير بقى وقته مش ملكه، وتجيب لي اكل دايت، ترجع لي وش الصبح مضروب وتقولي خناقة وعديها. فيك ايه؟ عايزنا نسيب بعض؟ بص اصل الحكاية مش ناقصة، كفاية اللي في بنتك. ألف سلام عليك يا أستاذ عصام. الله يسلمك. بقول لك ايه يا وفاء، خدي المفاتيح ديت اديها لمحمد يصلح ازاز العربيه، انا راكنها صف تاني قدام الجورنال تحت، ماشي؟ وفاء. نعم. بقول لك ايه، في حد سأل عليا؟ لا ما حدش سأل عليك. شكرا. الله يسلمك ربنا يخليك. الحمد لله. ايه ده يا عصام؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، حادثه عربيه كده. طب انت تمام مش محتاج دكتور؟ لا لا انا كويس الحمد لله. سيبوني يا جماعه لوحدنا لو سمحت. حادثه عربيه برضه؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا عادل. ايه اللي حصل؟ انت هتقعد تلف وتدور؟ في ايه يا عصام؟ ما ترد يا اخي.
الظاهر ان رفعت رضوان ابتدى يشتغل. استاذ عصام، استاذ عصام، في حد جه ساب لك الظرف ده. طيب شكرا يا وفاء، شكرا. وفاء، مين اللي جابك؟ واحد من بتوع الدليفري لسه خارج ما كملش لحظه. أرجوكي لما تسمعي رسالة اتصلي بيا ضروري، أنا عايز أطمن عليكي. قعدت أيام أحاول أوصل لأميرة، يمكن إحساس بالذنب، لكن جوايا حاجات تانية كتير شغلاني، منها الخوف ومنها الرغبة في الانتقام. ايه المطلوب منك؟ تزرعه في مكتب رفعت رضوان. انت باين عليك اتجننت. يا حسن اسمعني، المسألة مسألة حياة أو موت. في ناس كتير بتموت بسبب الفلاتر دي وأنا بنتي واحدة منهم. لو ماتت أنا مش عارف هعمل إيه. أرجوك يا حسن، أرجوك. بس انت كان لازم تقدم التقرير ده لرئيسك المباشر. انت ليه طلبت تقرير لنفسك؟ حضرتك يا فندم انا محضر اقتراحات لحل المشاكل اللي في التقرير ده، وكان لازم اقابل حضرتك شخصيا. ممكن انا هعدي الرقم بس. لا مؤاخذة يا فندم، مؤاخذة. اسف. يعني ما صلحتش الرقم. اسف يا فندم، حضرتك ليك رقم. اتفضل حضرتك. شكرا لك. اتفضل يا فندم. شكرا. ايش هي رفعت الشياكه والحلاوه دي؟ اكيد ذوقك ده، ها؟ ده ذوق معاليك. اتفضل اتفضل يا فندم. الحقيقة أنا معجب قوي بيك كدكتور طبعا، وبعدين كفنان. لمسات مكتبك كلها ذوق وفن. الزيارة اللي معاليك خصتني بيها دي كبيرة قوي. أيوة يا عصام، أنا عايز أقابلك حالا. مات حسن وساب القلم في مكتب رفعت رضوان. جاي لي بقتيل وفيلم سكس وعايزني اساعدك؟ انا مش قلت لك سيبك من موضوع رفعت زفت ده؟ هو انا كلامي معاك كان ايه؟ ملوش اي قيمه؟ انا لما اقول لك حاجه يا استاذ تفهم ان انا عندي وجهه نظر، مش يمكن عايز ابعدك عن الصوره شويه يا اخي. طب انت لا، لازم تركب دماغك. بقول لك يا عادل، اللي حصل حصل وخلاص. الصور دي لو راحت النقابه يا استاذ هتبقى مصيبتك مصيبه، فيها لجنه ثلاثيه وفصل ان شاء الله. ثم انت ايش عرفك ان اللي كانت معاك دي مش متفقه معاهم؟
اسف جدا، بس القرض اترفض. هو في ورق ناقص؟ الحقيقه ما اعرفش، بس حضرتك ممكن تسال مدير القسم، هو ممكن يساعدك اكتر. بقول لحضرتك ايه؟ في واحده شغاله عندكم في البنك اسمها مدام اميره، ممكن تكلمها لي؟ مدام اميره؟ في انهي قسم؟ في قسم الحسابات تقريبا. لا، ما فيش حد اسمه مدام اميره في قسم الحسابات. معلش ارجوك. حاضر. الو. يا مصطفى، في حد عندكم اسمه مدام اميره؟ مفيش. ما انا قلت لحضرتك. لا والله ده سافرت امبارح، خدت شنطة ومشيت على البلد امبارح القرية. طب انت عارف فين قرايبها دول؟ لا والله. شكرا يا حاج. شكرا لله. يا ياسمين. ايوه. لا مفيش. انت كويسه انت وياسمين؟ ما ركبتش الاتوبيس يعني ايه؟ لو شفتك بتقرب لياسمين بنت تاني انا هدفنك حي. ياه، اجمل حاجه في الدنيا دي الاطفال، خصوصا لما يكونوا في سن ياسمين بنتك. افتكر بنتك ومراتك لما يشوفوا الصور اللي على السيديهايه دي هيعملوا ايه؟ ده اخر تحسين. عايز اتكلم معاكي. وانا بقالي كتير مستنيه اسمعك. اقعدي. انت مش كنت عايزه تهاجري لكندا او استراليا؟ هي الغلطه كبيره قوي كده؟ انت خنتني مش كده؟ بعد السنين دي كلها سامحيني، انا تايه. ليك نفس تعشق وتخون بينك وبين الحياه والموت؟ انا اخر من يوم ياسمين بقت عيانه. شوف بقى انا كام سنه، ما افتكرش ان في ليله ما بنامش وقلبي بيوجعني فيها. انت قلبك خالي، بالك مرتاح، مش ناقصك غير السرماحه وقله القيمه. ابعد عني، مش طايقك. مين حبيب بابا؟ ياسمين، مين حبيبي ياسمين؟ بابا. يلا يا ياسمين. ولا ما عندكش استعداد؟ ومن عندك استعداد تكون فقير؟
ياسمين 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 دكتور! هي فين؟ فين ياسمين؟ الدكتور بيكشف على العبور. الدكتور قال نستنى بره. والله انا كنت خايفه منه. يا رب. خير يا دكتور. خير ان شاء الله. للاسف البنت دلوقتي في غيبوبه. حضرتك عارف ان البنت سنها صغير والغسيل الكلوي المتكرر في السن الصغير ممكن يشكل حمل عليها شويه. ايوه يا دكتور، بس ياسمين بتغسل بقالها فتره من غير اي مضاعفات. ممكن يكون الفلتر الجديد هو السبب في اللي هي فيه. ممكن، بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده اهم حاجه بالنسبه لياسمين عمليه الزرع. وطبعا لو خرجت من الرعايه المركزه ورجعنا نغسل تاني ده هيشكل خطوره على حياتها. هل في اي اخبار من المتبرع؟ الو. ايوه يا ابو سيد، بقول لك احنا محتاجين سيد عشان خاطر بنتي دخلت في غيبوبه ولازم تعمل عمليه فورا. لا سلامتها الف سلامه. هات ورقه وقلم واديك العنوان عشان خاطر تجيب سيد ابنك وتيجي. لا معلش بس يا عصام بيه، لا مؤاخذه بالنسبه لمساله الفلوس. لا ما تقلقش خالص، انا بدبرها يومين بس كده، بس هم اول ما يقوموا بالسلامه الفلوس هتكون عندك. وده يرضي مين ده يا عصام بيه؟ انا ابو سامي السمسار اول ما كلمني ما دسنيش على الحوار ده، قال لي اول ما كلمه ابنك تخرج الفلوس هتبقى حاضره. والعمل؟ العمل عمل ربنا، كيلو ابني مش هتخرج كده من غير حاجه. يا بني ادم افهم افهم. بقول لك بنتي في غيبوبه وهتروح مني، وبعدين انا مش حرامي، انا راجل ليا سمعتي واسمي. انت لو مش مصدقني انا هديك شيك، خد شيك. على عيني وراسي وعدك واسمك يا عصام بيه، بس احنا ما بنقطعش من لحمنا كده من غير حاجه. الشيكات مش هتنفع في الموضوع ده، لما حضرتك تبقى محضر الفلوس نقدي وقتي انا تحت امرك. سلام. اخر الدور ايمن كده. مين دي يا عصام؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ خلي عندك يعني ما امشيش من هنا بقى. بس يا ياسمين. فين عملتيه؟ بس يا ياسمين. امشي. اتفضلي يا فاطمه. عرفت ازاي؟ هو ده كل اللي همك؟ وبعدين هي عندها حق. انت ايه اللي جابك؟ الموضوع مر عليه اسابيع. انت ما كنتش هتشوفني تاني. لما وصلتني رسالتك حاولت اكلمك على الموبايل ما كنتش بترد. المفروض عليا اشكرك؟ أمير أنا سألت عليك في البنك. يعني البني آدمة اللي قدامي دي أنا ما أعرفهاش. ليك حق ما تقدرنيش.
بس الموضوع مش زي ما انت فاهم. صدقني انا اضطريت اعمل كده. انت مجنونه ولا بتستهبلي؟ انت مش عارفه الكوارث اللي انا فيها. عارف، انا اسفه على العذاب اللي اتثبت لك فيه. اسفه. معلش، اسف جه متاخر شويه. سامحني يا عصام. سامحتك. اتفضلي بقى حضرتك، روحي شوفي انت عايزه تعملي ايه. ده مش منظر وجودك هنا. يا عصام انا عايزه اعترف لك بكل حاجه. انت اتلعب بيك وانا كنت السبب في اللي حصل لك ده. انا مستعده اروح معاك النيابه واشهد. تعالي معايا. احنا هنروح النيابه. مش قلت عايزين اسامحك؟ لو بنتي جرى لها حاجه عمري ما هسامح نفسي ولا هسامحك. احنا عايزين دلوقتي 200,000 جنيه عشان خاطر عمليه البنت، وانت هتساعديني. اسمي أميرة الدرماني، مطلقة، وابني كريم مش عايش معايا زي ما أنا قلت لك. أبوه سافر دبي وخده معاه. كل اللي قلته لك كان كده، مش بالظبط يعني، بس الموضوع ابتدى بلعبة بيلعبها عليك واحد اسمه سليمان، بيشتغل مدير أمن عند رجل أعمال اسمه رفعت رضوان. بقى تلمعوني شويه. قابلته صدفة وأنا بحاول أبيع خاتم جدتي علشان أسافر دبي أدور على ابني. ما عرفتش أبيع الخاتم. شكرا. 15,000 جنيه. بينك نصاب، بس الكلام ده ما يمشيش معايا. نورت يا فندم. وهو طلع يعرف جوزي من زمان وعرض عليا جبني ابني لحد عندي مقابل اني اعمل معاك علاقه علشان يهددوك بيها. كل حاجه كانت مترتبه. انا متشكر جدا. انا اسف على تعبك. لا تحت امرك. حتى المحفظه نشفت منك كلك. أميرة، أول ما تسمعي الرسالة أنا عايزك تكلميني ضروري. أنا عايزك في خدمة. البنك رفض القرض. عصام راح البنك وكلمني من هناك. عارف، عشان كده انا جاي احذرك انه تقريبا كشف اللعبه. يا نهار اسود. وبعدين؟ دورك خلص لحد كده. هتسيبي الشقه دي واوعي تشوفيه تاني. وابني؟ ابنك هتصرف لك فيه، بس اصبري شويه، ولو فتحتي بقك بكلمه واحده مش هتشوفيه تاني. طب والله العظيم لما جبت لي ابني هفضح الدنيا كلها وهروح اشهد على نفسي. هوديك انت والبيت بتاعك في 60,000 داهيه. بس وحياة ابني يا عصام، اللي حصل بينا في الاوتيل ما كانش متخطط، صدقني. أنا مسحت الجملة الأخيرة دي من الكاسيت، والليلة دي مسحتها خالص من ذاكرتي. يا ريت ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. وبعدين جاي دلوقتي تعملي نفسك بتحبيني. القصة خلاص خلصت. احنا فين يا عصام؟ بنعمل ايه؟ احنا قدام مكتب رفعت رضوان. وايه الامن ده كله؟ ما تخافيش، ده جاي تأمين للزيارة اللي عنده في المصنع. يعني المكتب هيكون فاضي، ولو حد سألك هتقولي له انك بنته ريهام ولسه جاية من السفر وعايزة تعمل له مفاجأة. انت فاهمة؟ وصل الحلويات انت على القاعة عشان انا ما عنديش حد هنا، كلهم في المبنى التاني. ميرسي. هاي. بابي موجود جوه؟ حضرتك انسه ريهام؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هو رفعت بيه عنده ضيوف. ضيوف في المكتب؟ لا في المصنع. طب انا هستناه في المكتب عشان اعمل له سربرايز. اوكي اتفضلي. ثانك يو. نسيت حاجة في العربية.
انا جيت علشان اشوفك. انا محتاجه لك. انا محتاجه اشوف ابني. طب احنا هنا في مكان شغل. روح انتي وانا هاجيلك على البيت بعد الظهر. يلا. لازم تيجي. حاضر. هاجي. يا رفعت ما تقلقش، المناقصة هترسى عليك، يعني هترسى. انت مش هتبلغ ابني؟ لغاية فين يا سيدي؟ تضحك على ايه؟ ابدا ولا حاجه. كنت فاكراك مختلف. طلعت زيي. زيك؟ مش بقالك تمن تبقى زيي. اكسكيوز مي، بابا موجود جوه؟ معلش بليز، ممكن حضرتك تنتظريه في الاوضه دي؟ مستر سليمان رجعت تاني ومعاها واحد، دخلتهم الميتنج روم زي ما قلت لي. اهلا يا استاذ عصام. يا ترى اخبار مناخيرك ايه؟ في مكانها. ايه؟ تحبوا اعرفكم ببعض؟ عصام ارجوك. ايه يا هاني وحضرتك مش قابل على بعضه؟ يا بختك يا عم. انا اعترفت له بكل حاجه يا سليمان، واللي يحصل يحصل. بس بصراحه بقى يا استاذ عصام نصيحه يعني، انا لو منك ما ثقش فيها ابدا. اصل هانم عندها استعداد تعمل اي حاجه في سبيل مصلحتها. المهم انا عايز اقابل رفعت رضوان. عايز تقابل رفعت رضوان دلوقتي؟ بس اصل رفعت بيه رضوان مشغول مش فاضي، عنده لجنه ومش هيقدر يقابل حد. ثم انت ايه يعني اللي جاب في مخيلتك كده ان رفعت بيه ممكن يقابل فاسل زيك؟ يا اخي عجباني قوي فكره الكلب اللي بيمشي في ظل صاحبه. بس صدقني الكلب وصاحبه هوديهم في 60 داهيه. يا ماما دايما بتخوفني يا استاذ عصام. جريالة انت مش هتبطل بقى ولا ايه؟ هي العلامه اللي في وشك خفت وعايزني اعمل لك علامه غيرها ولا ايه؟ بالنسبه لموضوع العلامه، الحقيقة أنا سعيد جدا بزيارتي النهاردة لمصانع رضوان للمنتجات الطبية، وسر سعادتي زي ما حضرتك بتسألي. قول لي رفعت بيه يقابل الصحفي اللي اسمه عصام دلوقتي. قول له يسيب الوزير ويقابله دلوقتي.
الانتاج المحلي حسب توجهات الوزاره، وده اللي احنا دايما بنأكد عليه. وبصفتي الوزير المسؤول انا بوعد الدكتور رضوان عصام انت هتعمل ايه؟ تقلقيش. تفتكر انا ممكن يكون رد فعلي ايه لما تتهجم عليا في مكتبي بالشكل الصبياني ده؟ تفتكر انا بقى رد فعلي ايه لما تدمر لي حياتي وبيتي وسمعتي؟ انا عملت كل ده؟ ده انت اللي قطمت التفاحه، انا بس قدمتها لك وانت مديت ايدك اكلتها كلها على بق واحد. ورغم كل ده انا معجب بيك، عندك كده حاجه بتمثل المواطن العادي. لا، واضح انك بتحس بالمواطن العادي. انا بشغل عندي اكتر من 3000 اسره وبعملهم احسن معامله، وكلهم بيحبوني وبيدعوا لي بطولة العمر. مش العمال بتوعك بس هم اللي بيدعوا لك، في ناس تانية برضه بتدعي لك. بس انت بتموت اهاليهم بالفلاتر المحلية اللي بتعملها مصانعك، ده غير انك بتشتري سكاتهم بالفلوس. مش شايف ان ده شيء حقير شوية؟ طريقتك في الكلام مش عجباني، شكلك كده متوتر ومش في وعيك. وانا دلوقتي عندي ضيوف مهمين تحت، انت عاوز ايه بالظبط؟ ارنوب. يعني ايه؟ يعني مليون جنيه. مليون؟ انت اكيد مش في وعيك. تشرب حاجه تفوقك؟ عندنا اكسبريسو. اسمها اسبريسو، دي قهوة طلياني بس ماليش فيها. اسمعيني كويس يا أميرة، أنا وأنت لايقين على بعض، لايقين على بعض قوي. فيستحسن إنك تشيل المسدس اللي في إيديك كده. اسكت ولا كلمه. انا خلصت قهوتي، انت كمان لازم تتكل. انت واللي معاك دي بدل ما تطلع منها رصاصه طايشه ويحصل حاجه تندموا عليها. يلا، وانا اعتبر اللي حصل ده كانه ما حصلش. مع السلامه. ركز معايا يا رفعت رضوان، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد اللي انا عايزه. مع ايدك، انا هندهلك بتوع الامن يشيلوك يرموك بره. انت عارف وانا عارف كويس ان الامن بتاعك موجود في المصنع مع الضيوف، يعني قبل ما تصرخ وصوتك يوصل لهم اكون خلصت عليك. يعني الموقف دلوقتي راجل راجل يا صرصري كسر. اوعى. عندك حق يا رفعت بيه، انا مش قدك، بس انا عندي كام دليل كده هيجبروك انك تسمعني، ولا اطلع للصحفيين اللي بره وافضحك قدامهم. اسمع، اللي عايز فلوس يطلبها بالادب مش ببلطجه والتهديد. بالمناسبة أميرة اعترفت واعترافها معايا. ومين هيصدق واحده زي دي سمعتها مشكوك فيها؟ اعترافها دبل وتشرب ميته انت وهي. ولو عايز تهددني بحاجه تانية ملهاش لازمه، انا راجل سليم وشغلي كله في النور. انت راجل كذاب، وانا بمشوار صغير ليا للنيابه ممكن اوديك في 60 داهيه وادخلك في السجن مع اللي زيك. بأمارة ايه؟ بأمارة ده. الصحافه دي زي الكلاب عماله تهوى وتهوى وتهوى،
ناس بتقرا الجرايد علشان تنفذ. المناقصه هترسى عليك، يعني هترسى عليك، بس ما وثقش. انا عايز الثلاث فيلم يكونوا صف واحد على البحر على طول. اعتبره حصل معاك وباسماء الانجال زي ما اتفقنا. تفتكر مليون جنيه قليل على تحفه فنيه زي دي؟ عشان تعرف ان مش انت لوحدك اللي بتعرف تتجسس. انت واطي. انا كنت فاكر ان قلبك على الناس الغلابه. الغلابه ليهم ربنا. لا لو فلتت من تحت ايدك ابقى بطل. انت بتعمل ايه؟ شيكات وبعدين تطلع من غير رصيد ويتبلغ عنها، الكلام ده ادم. انت تحول لي دلوقتي من على النت. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ هعمل عمليه بنتي ب 200,000 جنيه. والباقي؟ مش عارف. تفصيلة أخيرة نسيت أقولها لك. الخبير اللي مضى على تقارير الفلاتر والمحاليل واللي بيقول فيها إنها مطابقة للمواصفات مات قبل ما يمضي ب4 شهور. والمفاجأة إن شهادة وفاته معايا. ده للتأمين بس عشان نفضل حبايب. استنى عندك. اوعى تكون فاكر انك انتصرت. اللي عادل رفعت رضوان عمره ما يربح. اوعدك مش هتعيش لحظه من غير ما تبص ورا ظهرك. ولو في بطن امك انا هجيبك. ايوه يا ياسمين، انا جبت الفلوس. البنت عامله ايه دلوقتي؟ طيب قولوا لهم جهزوا كل حاجه. التحويل محتاج 48 ساعة عشان يتأكد في الحساب. معلش احنا اسفين. في ايه يا عصام؟ في ايه يا عصام؟ تحويل هياخد 48 ساعة. $15,000 جنيه. روح شوف انت يا عصام. ابنك بقى لك قد ايه ما شفتهوش؟ من بعد ما طلبت الطلاق وهو واخد وهربان على دبي. بقالي 6 سنين ما شفتوش. روح شوف انت.
فلوس الخاتم على مبلغ استلفته من حماتي يا دوب خلوا ابو سيد والسمسار اللي معاه يوافقوا اخيرا على العمليه. لو حلفتك بياسمين قلت لك عشان خاطرها اول ما تقوم بالسلامه ترجع لبيتها وانت معاها. خلصت حكايتي، عدت زي الحلم او زي الكابوس، مش عارف. يلا يا ياسمين عشان تاكل. يلا يا بابا ناكل يلا. يلا شكرا. طبعا تم التوفيق بيني وبين الوزاره بتوفيق ربنا والحمد لله. لكن المهم مفيش حاجه رجعت زي الاول، وانا بقيت واحد تاني جوايا اسئله كتير مش لاقي لها اجابات. هو انا غلطت لاني كنت عايز انقذ بنتي؟ هي ياسمين مراتي ممكن تسامحني؟ ايه اللي خلى اميره تحبني؟ ويا ترى رفعت رضوان هيسكت على اللي عملناه فيه؟ وهل انا هفضل ساكت وامشي جنب الحيط مستني اللحظة اللي هينتقم مني فيها؟ كل دي أسئلة بتدور في دماغي ومش لاقي لها إجابة. لازم أرجع تاني من الأول وافتكر أنا مين وعملت كده ليه.